عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده هنعمل غدا كحك العروسه. ده اكل كان قديم من الاكل اللي بتعمل يوم الكحك بتاع العروسه. يا رب يعجبكم يا رب. هعملها لكم بطريقه بسيطه وسهله. الاكل قدامكم رز بلبن حادق، جبنه قديمه، عدس، عيش. يلا بينا نشوف هنعمل ايه ونشوف المقادير. يلا هنعملها العدس. دي حله فاضيه حطها على النار، حط لها حته زبده حلوه كده. الاكل النهارده اساسه الزبده، هي اساس الاكل النهارده دي. بعدين احط العدس اضيفه كده عشان انا غسلاه، انا مش لاقعاه غسلاه بس. اشوحه في الزبده زي ما كانوا بيعملوا زمان. طبعا ما كانوش بيعملوا كميه العدس القليله اللي انا عاملاها. طبعا كانت بتبقى حله كبيره، كان بيبقى حوالي كيلو ونص عدس، ممكن يكون كان 2 كيلو كمان. ويشوحوه بقى، يفضلوا يشوحوا فيه كده بالزبده. وبعدين طماطم وبصل برضو يقلبوها في العدس كده، شوحوه كده بيها. بعدين بعد ما الشوح كده كويس يديله المية، يغطوه كده. قلبوه كويس. بس التشويحة دي مديله ريحة جميلة جدا، ريحة الزبدة كده لما بتبتدي تحمر لها ريحة حلوة قوي. هسيبه بقى كده لما يستوي. دي أول حاجة بنعملها. ده شكله بعد ما سلقته وبرد. هفرمه في الخلاط واوريكم شكله، وهزوده طبعا ميه. ونسيت اقول لكم عشان هي متصورتش بس، انا حطيت يجي 6 فصوص توم اساسي في العدس. بس انا صورتها بس هي متسجلتش، فبنبهكم برضو ان انا حطيت توم. ده شكله بعد ما فرمته في الخلاط. شايفين سمكه؟ شايفين اللمعة اللي فيه من الزبدة؟ دلوقتي هديله مكعب ملح، هديله رز لأن هو أساسي الرز. العدس اللي كان بيتقدم في الفرح كان بيبقى برز. سيبه يغلي. هديله ال10 بهارات. هديله فلفل اسود، وكده بقى اسيبه يغلي لحد الرز ما يستوي. طبعا الرز هينزل نشا، هتقل الصوص ده كمان اكتر من كده، وهوريكم شكله بعد ما يستوي هنعمل ايه. هديله ملح، كده خلاص هو داخل في السوا. هوريكم شكله. شايفين ابتدى يتقل، ابتدى الرز يستوي. كده شكله بعد ما استوى ابتدى يتقل، وكمان هو بيهدى شوية بيتقل كمان. هنشيله ونحط هنا طاسة
هنعمل تخديعة برضو زبدة. هي ممكن التخديعة دي نعملها بتوم أو بصل على حسب كل واحد بيحب ايه. أنا بحب البصل فأنا هعملها ببصل، وممكن برضو تتعمل بتوم، بس هو البصل بيبقى أحلى. دلوقتي بعد السمنة مسحت ده البصل ده أنا مقطعاه مكعبات صغيرة أوي، لا مبشرة ولا كبة، أنا عاملاه على إيدي. أسيبه يحمر. ده دلوقتي بقى ده شكل التخديعة، لونها بيبقى دهبي مش أحمر أوي كده. شايفين؟ يا رب تكون واضحة ليكم. أضيفها على طول على العدس، جبت المعلقة كده. شايفين شكلها؟ نقوم حاطين، يا دي بقى جميلة، دي بقى اللي ياكل. شايفين؟ حط معلقة كده وأقلبها تاني. شايفين سمك العدس؟ عايزة أوريكم سمكه جميل ازاي. العدس بالرز ده رائع، جميل جدا، أحلى عدس ممكن تاكلوه. هي دايما الحاجات اللي بتاع زمان هي أجمل أكل تاكل. شايفين؟ كده خلاص، كده خلصنا العدس. هنركنه بقى اما نيجي نغرف في الأكل كله. دلوقتي بقى هنعمل الرز باللبن، ده أساس بقى الأكل، ده أهم حاجة. ده حوالي رتل ونص لبن. طبعا زمان ما كانوش بيعملوا رتل ونص لبن، طبعا كانت بتبقى حلل كبيرة قوي، دي كان لازم دي اللي بيعملوا فيها الرز. قبل اللبن ما يسخن هحط الرز على طول، علشان أول ما اللبن يجي يسخن يبتدي الرز يستوي. والرز ده برضو أنا غسلان مش نقعاه، وأقلبه كده. وزمان ما كانوش بيسووا الرز اللبن ده على البوتاجاز، كانوا بيسووه على الكانون، عشان ما كانش فيه باجور ولا بوتاجاز يقدر يغلي حلة اللبن الكبيرة أوي دي غير الكانون. وكانت طبعا أمي هي اللي بتقف، هي بتسوي الرز، لأن هي كانت أشهر واحدة بتعمل الرز الحادق. وهي أشهر واحدة برضو في عيلتها وفي كله، إن هي برضو اللي كانت بتعمل الرز بلبن الحلو. هي كانت أستاذة بصراحة في عمايل، فكانت أي فرح في عيلتنا في عيلتها في جيراننا، هي ما بتقفش تعمل كحك خالص، هي كانت تقف على الرز، هي اللي كانت تقف تسوي الرز. فهي كانت أستاذة عمايله بصراحة، كانت تعرف تقدر حلة اللبن الكبيرة دي تاخد قد ايه رز، كان يطلع مظبوط بالظبط. طبعا انا مقدرش اعمل الحلة الكبيرة دي، مين هياكلها دلوقتي؟ بس انا بديكوا الفكرة لانها تنفع وجبة غدا. نغير بقى اللحوم والاكل اللي زهقنا منه وملينا، ونجرب بقى الاكلات القديمة دي وجبة غدا جميلة جدا، غير انها مفيدة ومغذية للاطفال ومغذية لينا الكبار. الاكل بتاع زمان ده كان له فوائد كتيرة جدا. اول ما يقرب يغلي هديله ملح بس مش كتير، عشان بس تدي الطعم، حوالي ذرة ملح كده. هو ابتدى يقرب يغلي اهو، وطول الوقت لازم انا اقلب فيه. دلوقتي انا كنت معليه عليه النار قوي، اول ما ابتدى يغلي هديت النار، خليتها نار وسط. برضو ما كانوا بيطيبوها على الكانون زمان
كانوا أول بيولعوا الحطب الأول، تبقى نار قوية أوي تجي لحلة اللبن، بعد كده يهدوا النار يخلوه كده يستوي على الفحم، يخلوا النار تفحم خالص ويخلوه يستوي بقى على نار هادية. وطول الوقت أهم حاجة إن لازم نفضل نقلب فيه عشان مفيش رز يلزق تحت، وأفضل برضو كل شوية بين المرة والمرة كده دقايق بسيطة وأقلب عشان أضمن إن قعره ما يلزقش. ده شكله ده بعد ما يغلي والنشا بتاع الرز نزل في اللبن. النشا هو اللي بيعمل السمك بتاع الرز، شايفين؟ وانا جايبه لبن دسم كمان وش حلو. بصوا شايفين كده الرز شكله استوى اهو. عايزه اوريكم شكل الرز، بس الرز اللي بيستوي في اللبن بيبقى لونه عامل ازاي، ابيض وجميل ازاي وشارب من اللبن كده. الرز استوى. انا بقى مش هديها نشا، معلقه دقيق، ومكانتش بتعمل الا بالدقيق، ما بتعملش بنشا. دي معلقه دقيق على حوالي 3 معالق ميه، معلقه دقيق كبيره، هو مش هحتاج كتير. الدقيق بقى له طعم تاني غير النشا خالص. من افضل اقلب كده، الدقيق بيدي طعم، النشا ما بتديش طعم. النشا بتدي بس بتتقل الصوص لكن ما بتديش الطعم الحلو. الدقيق اللي بيدي للرز بلبن طعم تاني خالص. انا دايما بفضل اعمل الرز بلبن الحلو او الحادق، بفضله بالدقيق. شايفين؟ ما حتاجش كتير، هي معلقه دقيق واحده. والرز ده ما بيبقاش تقيل، هو لازم يبقى خفيف شويه. يا رب يكون واضح ليكم. ولسه كمان هيغلي بعد ما حطيت الدقيق. شايفين سمكه؟ نكمل مع بعض. كده خلاص، شايفين شكله كده خلص. بص ده سمكه كده. بقى نروح نغرف كده. خلاص خلصنا الاكل. دلوقتي هنسيح الزبدة اللي هتتحط على وش الرز، ده كان اساسي. دي الزبدة لازم نسيحها. دي بعد ما نغرف الرز هوريكم هنحطها ازاي. كده انا وريتها لكم. يلا بينا نغرف. ده الطبق اللي كنا بنغرف فيه زمان، طبق صاج. ده طبق قديم عندنا بقاله سنين طويلة. الطبق ده كان متشال، ما بيخرجش الا يوم الرز بلبن الحادق. هو معمول لي كده الرز اللبن الحادق والرقاق. كان بينبل برضو عندنا، بناكل الرقاق مبلول ونحطه فيه برضه. هبقى اوريكم طريقة الرقاق المبلول ده بعد كده. شايفين شكله؟ ده معمول مخصوص لكده. بعد الستات تعبانة طول اليوم بيعملوا الكحك للعروسة، طول اليوم قاعدين بيعملوا بطاطوا الكحك ويعجنوا ويخبزوا. يجي بقى وقت الغدا يكون كله جعان جدا، فكان يتغرف بقى في الأطباق دي. نلم بقى الأطباق بتاع الشارع بتاع القرايب، نجيب من كل بيت فيه الطبق ده، كان أساسي عشان اليوم ده. ونبتدي نغرف فيه كل 2 ستات أو 3 ياكلوا في واحد. وما شاء الله كان الأكل يتاكل كله، مكانش فيه أكل بيترمي ولا أكل بيتبقى خالص. كانت الناس نفسها حلوة ونفسها مفتوحة. أدي الرز بغرفهولكوا، شايفين شكله؟ لازم يتغرف سخن. ده بقى بيتاكل بعيش، مش بمعلقة ولا حاجة، يغمسوه بالعيش. وكان لازم يوم الكعك ده نخبز قروانة عيش كبيرة، عشان لازم يتاكل عيش سخن ساعة الأكل ده. لازم العيش يكون معمول يوم.
كان من الفجر العيش يتخبز الأول، بعد كده يبتدوا عمال الكحك، وبعدين الرز يتعمل. شايفين؟ والله كان عز وخير. شايفين أكل زمان جميل ازاي ومغذي ازاي. كان في فرحة بجد. تحسي الكحك أصلا يوم عمال الكحك ولا البسكويت ولا الفطير للعروسة ولا عشا العروسة، لا كانت فرحة حلوة جميلة. فمن العادة دي خلاص دلوقتي انتهت، حتى ما بقاش يعزموا الناس ويعملوا كحك زي زمان، أو يشتروا جاهز أو يعملوا حاجة بسيطة على قد العروسة. لا زمان كان بيتعمل حاجات كتيرة، كان بيتعمل عجينة طول اليوم عشان لازم القرايب كلهم نديهم هدية كحك. هسيبه بقى هما أقل من 5 دقايق يهدى سنة، وبعدين أديله السمنة سايحة على الوش. لازم السمنة تبقى على الوش 3 دقايق ونشوفه كده ونحط مع بعض السمنة. دلوقتي هدي شوية، نحط الزبدة. لازم الزبدة دي تتحط وناكل على طول، عشان هي بقى الطعم الجميل اللي بيبقى على الوش. شايفين؟ كان لو انا حطيت الزبدة وهو سخن، الزبدة هتقوم نازلة تحت ومش هتبان على الوش كده. هي لازم الزبدة تبقى واقفة على الوش كده. عشان كده لازم يهدى دقيقة يعمل الوش الطبقة بتاع اللبن دي، عشان الزبدة تقف على الوش. عشان وانتي بتغمسي كل واحد بيغمس تاخدي السمنة مع الأكل. شايفين؟ ولازم زبدة كتيرة زي ما أنا حاطة كده. أكل زمان ده حاجة تانية. كده خلاص. يلا بينا بقى نروح ناكل ونغرف العدس كمان. كده انا غرفت الرز والعدس، ودي جبنه قديمه لازم، احنا بنقول عليها في بلدنا جبنه حادقه. دي لازم اساسي في الاكل جنب الرز والعدس. وده العيش اللي بقول لكم عليه لازم يكون مخبوز يومها، فانا العيش لسه مخبوز، لازم يبقى العيش. ونقعد بقى كده، كان بيبقى يجي 10 ستات على طبلية واحدة، طبعا انا باكل لوحدي. اول حاجه ناخد لقمه من الرز. شايفين الرز بقى بيتغمس شكله جميل ازاي، بيتغمس سهل ازاي. دي اول حاجه من الرز. ولقمه من العدس، طبعا مصغره العيش لان هم كانوا مكبرين العيش عندنا اكتر من كده. ولقمه من الجبنه الحادقه، عشان ناكل كتير من الرز لازم ناكل جبنه حادقه. ولقمه جبنه حادقه. يعني اكل جميل جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش بقى تشتركوا في القناه. يلا سلام عليكم.